مرحبا، يعطيكم العافية وآسفة على التأخير. وصفتنا اليوم وصفة كثير طيبة بمكونات موجودة بكل بيت. بسكويت الخمس دقائق الهش بحبة البركة والسمسم، وصفة لا يعلى عليها. الشتاء بيحتاج لهيك أنواع من البسكويت. نبدأ على بركة الله. المقادير كالتالي: أي كوب تستخدمي فيه كل المواد. طبعا يعني الكوب اللي عندي مقدار 250. طلع عندي 250 ميلي من الحليب، 250 ميلي من الزيت، 250 غرام سكر، بالإضافة إلى رشة بسيطة من الملح. أما من ناحية السمن المذاب، ثلثين الكوب يعني حوالي 180 ميلي. نبدأ بتحريكها بهذا الشكل حتى يدوب السكر. اللي يخلي يدوب السكر هو الملح. بننزل معلقتين طعام من السمسم، معلقتين طعام من حبة البركة. ممكن زيادة السمسم وحبة البركة حسب الرغبة. ندخل ايدنا بالخليط ونشوف إذا ذاب السكر ولا لا. إذا ما ذاب نبدأ بتحريك باليد. من ثم نبدأ بتنزيل الطحين بالتدريج. الطحين ما في مقدار معين، تصير عندنا عجينة مثل عجينة الغليبة هشة. طبعًا طريقة جدًا بسيطة، خلال 5 دقائق يكون عندِك العجين جاهز، يبقى عليكِ فقط الخبز. بعد ما نزلنا الطحين بالتدريج وصلنا إلى هذا المطلوب. المطلوب بهذا الشكل بتكون ما بتلزق باليد وهشة. هذا هو الباقي من كيلو طحين، أقل من كوب كامل، يعني تقريبًا 100 جرام اللي بقى عندي من الكيلو، فاستخدمنا 900 جرام. ومن نوع طحين لنوع طحين تختلف كمية الطحين 100%. نمدها باليد، شايفين بهذا الشكل. ترسميه بأي رسمة موجودة عندك، إن كان شوبك بهذا الشكل أو بالمعلقة أو بالسكينة نقش، أو ممكن تقطعيه فقط بدون رسمة حسب الرغبة، لأنه السمسم وحبة البركة بيعطيه رسمة كمان. إذا مو متوفر الحليب ممكن استخدام الماء. ممكن استخدام نوعية ثانية من رق البسكويت بهاي القطعة البلاستيك. القطعة البلاستيك شايفين عليها مثل خلية النحل، بتعطي رسمة للعجينة. راح نضغط عليها بعد ما نرق العجينة باليد، وتطلع عندنا رسمة الخلية النحل ونبدأ بقصها. بسكويت هش وسريع، وب5 دقائق بيكون جاهز. ما بيحتاج شغل كثير، لكن الطعم يا جماعة غير شكل فاخر. طلعت عندي صينيتين كبار وصينية صغيرة. الصغيرة عملتها مستطيلة، ممكن بقصها بمقص السمبوسك. راح أدهنها بالبيض. أما المدورة راح أخليها بهذا الشكل. الفرن حامي مسبق على درجة حرارة 190. تاخد الصينية تقريبا معنا من 8 دقائق إلى 10 دقائق. وراح نشوفها بعد الخبز. هذا هو شكلها بعد الخبز بدون دهن بيض. وصفة بسيطة وسهلة وسريعة. هذا شكله النهائي بعد التزيين. الفيديو ممتع يا جماعة، من أتفرج عليه بالنهاية بشوف إنه البسكويت ناجح والوصفة ناجحة 100%. بفرح إنه تعبي ما راح هدر. عندي هون البسكويت المستطيل مدهون بالبيض، يعطي لون بيختلف عن البسكويت الدائري الغير مدهون بالبيض. ممكن نعمل بهذا الشكل، ممكن نعمل بهذا الشكل، كله بصفي اختياري. التغطية للبسكويت ممكن تعملي مربع، ممكن تعملي مثلث، ممكن بهذا الشكل على شكل دائري، كله بصفي اختياري. ليعطيكي طعم مختلف ثاني للبسكويت. إذا بتحبي بتضيفي معلقة وسط من اليانسون الخشن. راح نكسر الحبة ونشوف كيف تطلع معنا. طبعا الطقة تبعتها ما تكون قاسية، خفيفة، لكن الطعم هش وطيب جدا. شايفين ما أحلاها؟ مكوناتها موجودة بكل بيت، معيارها ما بيعذب أبدا. الكوب المستخدم تستخدميه في كل المواد، فقط يبقى عندك الطحين بالتدريج لحتى تاخدي نتيجة عجينة هشة. هذا هو شكله النهائي. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. بانتظار آرائكم وتعليقاتكم. آرائكم وتعليقاتكم بتهمني. يعطيكم العافية ومع السلامة.